بص يا سيدي، انا في الفيديو ده ماليش دعوه لو الكلام اللي فيه ما حصلش، انا غير مسؤول، ما تحطنيش في تفاصيل، ما تقولش الانس اللي قال. عاوز تفهم ازاي؟ كمل معايا الفيديو للنهايه. اخواني الكتيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في اخبار وصفقات نادي الزمالك. قبل ما اتكلم في اي تفاصيل انزل تحت، طالما في الفيديو اللي فات قلت لك ما تعملش لايك وانت سمعت الكلام ونصيحته وما عملتش لايك، انزل بقى في الفيديو ده اعمل لايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. في الفيديو ده انا قلتها لك اهو وهقولها لك تاني، كرة القدم فيها متغيرات كتير، يعني الصبح في كلام، بالليل في كلام تاني. حلو. بالنسبه للزمالك كل دقيقه فيها كلام، فما تجيش تقول الانزل اللي قال، انا ماليش دعوه. انا جاي اقول لك كل اللي بيفكر في مجلس اداره نادي الزمالك لحد النهارده، لحد اللحظه في تاريخ نزول الفيديو. بص يا سيدي، تعال نتكلم واحده واحده، ناخدها من تحت ولا من فوق؟ ناخدها من فوق. بالنسبه لخط الهجوم، بص يا سيدي، الزمالك في مفاجاه كبيره جدا هقولها لك دلوقتي. اي مركز هتكلم فيه لعيب اجنبي ولاعيب مصري، الزمالك داخل مع مين في الاجنبي وداخل مع مين في المصري، هل هيعرف يجيب ده؟ هل هيعرف يجيب ده؟ هنشوف الفتره الجايه. ماشي. فانا قلت لك كل يوم في متغيرات. بالنسبه للزمالك، واول مش هطول عليك، اول لاعب في مركز الهجوم الزمالك عينه رايح على مين؟ من 5 سنين، هو مش 5 سنين طبعا، من بدايه السنه، من فتره طويله، من القرن الماضي اتكلمنا وقلنا ان الزمالك حاطط عينه ومضى محمود ممدوح مهاجم نادي حرس الحدود اللي كان بيلعب في الدرجه الثانيه وصعد مع حرس الحدود. حلو. ايه، مضى مع احمد سليمان، مضى مع الكابتن حسين لبيب، مضى في بيتهم، مضى في الفيلا، مضى في التجمع، مضى في النادي. محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود مضى في بيتهم اكتر من مضى على وصلات امان مع الانديه، على الشيكات، قصدي مستحقاته، بلاش وصلات امان، في شيكات على مستحقاته. حلو. فده اول صفقه الزمالك داخل في مفاوضات فيها، واللاعب مضى. ايوه مضى امبارح واول وكل يوم. محمود ممدوح الزمالك عنده 50 نسخه للتعاقد مع محمود ممدوح، فاضل الزمالك يتكلم مع حرس الحدود عشان يخلص اللاعب. بص يا سيدي، تسالني عن رايي، اللاعب ما بارزش قوي في الدوري الممتاز، لكن اللاعب كان نجم في الدرجه الثانيه. هنشوف هل اللاعب ده الزمالك هيقدر يخلص الاول ولا لا. لكن انا بقول لك رايي انا اللي اللاعب ده ممكن يجي منه، بس هل لو كان يقدر يبقى مهاجم سوبر كان ثبت نفسه في حرس الحدود؟ لسه احنا في اول الموسم ولسه سنه اولى دوري. لكن ابرز لاعب كان بيلعب في مركز الهجوم ومبدع في الدوري المصري، كان بيلعب برضه في حرس الحدود، هو ابن نادي حرس الحدود، هو مصطفى زيكو، لاعب نادي زد، وده مكسر الدنيا مع زد، كان بيلعب مهاجم مع محمود ممدوح في حرس الحدود. فبدايه مبشره بالنسبه لي ان محمود ممدوح يكون لاعب، وده مش مقياس انه كان بيلعب في الدرجه الثانيه انه مش هيبقى نجم في الدرجه الاولى. مصطفى زيكو لاعب متميز في زد، كان بيلعب برضه في هجوم نادي حرس الحدود وفي الدرجه الثانيه برضه، خد بالك. ماشي. فده اللاعب المصري. اللاعب الاجنبي مين؟ ماليش دعوه، والله ليا دعوه، ماليش دعوه عشان ما تجيش تشتمني انا. بيتر شالويلي اللي الزمالك كان عايزه السنه اللي فاتت او في بدايه الموسم ده وما عرفش يخلصه، واللاعب انتقل من صن داونز، ما اعرفش راح الدوري فين ده، هي مع احترامي يعني. فالزمالك النهارده بينعرض عليه بيتر شالويلي تاني. انت عايز اكتر من كده ايه؟ انا عايز اعرف الناس اللي قاعده على الكراسي دي عايز اكتر من كده ايه؟ لما ينعرض عليك بيتر شالويلي انا مش عارف، الله اعلم بالظروف. عشان انا بقول لك، بص هقول لك على حاجه، احنا النهارده في 2 يناير، فات يوم من الانتخابات الشتويه، فاضل لك شهر و6 ايام. حلو. لان القيد هينتهي يوم 7 فبراير، فانا مش هتكلم بواحد، والله ما متعصب لحد 7 فبراير، انا بواحد خالص اهو. فالزمالك معقود عليه بيتر شالويلي اهو، انا قلت لك كده خط الهجوم وخلصنا منه، ماليش دعوه بقى تاني، انت تشتمهم وتتكلم معاهم، انا مش هسكت، انا هسكت خالص لحد يوم 7/2 وبعد كده نتكلم. تمام. تعالى بقى نخش على خط يا سيدي وسط الملعب. الزمالك محتاج مين؟ او بيتكلم مع مين؟ او بيتفق مع مين؟ بص يا سيدي، قبل ما يجي جوس كان في مدير فني اسمه جوميز ده كان معروض عليه مين؟ محمود جهاد، وانا قلت لك كده لاعب نادي فاركو، وقلت لك في اكتر من فيديو ان الزمالك اتفق مع محمود جهاد على كل حاجه. اللاعب مضى على ورق على كلام؟ لا ما مضاش، لكن الاتفاق بنسبه 90% مع محمود جهاد. لما مشي جوميز وجه جوس، لان الاتفاق كل يوم الكوره فيها متغيرات، فاكر الجاريه قعدنا 3 ايام، الجاريه اولى صفقات نادي الزمالك، الجاريه الانجليزي اولى صفقات نادي الزمالك، لاعب ليفربول لاعب في نادي الزمالك، كل ده ما حصلش. يوم وليله مشي جوميز، جه جوس، الجاريه مع السلامه. حلو. فمحمود جهاد كان خلاص جوميز متفق عليه او موافق عليه انه يجي مع الزمالك في يناير، والزمالك هيبدا مفاوضات مع فاركو. سبحان ربنا، جه جوس، الوضع اتغير. انعرض على مين؟ طارق حامد ومين؟ محمود جهاد. تمام. لاعب فاركو. بص يا سيدي، انا قلت لك ان اي محترف هيجي الزمالك هيبقى ببلاش، يا فري، يا فاضل في عقده 6 شهور، يا جاي بمحبه، يا جاي مش عارف ايه. تمام.
طارق حامد في كلام انه مش هيجدد مع ضمك، وفي كلام انه هيجدد مع ضمك محدش عارف. لكن طارق حامد لما انعرض على جوس اداهم الضوء الاخضر لرجوع طارق حامد. حلو. محمود جهاد قال له ادوا له فرصه بص عليه عشان اقدر اقيمه. لكن طارق حامد لو اصبح فري في انضمك وحط تحتها مليون خط، طارق حامد لاعبا في نادي الزمالك بموافقه جوس. حلو. طب اللاعب الاجنبي في كلام ومتقفل عليه شويه، بس الكلام ده يزعل ويفرح في نفس الوقت. اقول لك ايه، صفقه كبيره في نص الملعب، ديفندر 6 اللي الزمالك عاوزه، وافرح وزقطط ومعمل ايه. الخبر اللي يزعل مش ان الزمالك بقفل على الصفقه، لا، الخبر اللي يزعل ان لاعب تحت السن. ليه؟ الله اعلم. فتح معاه حضانه مش عارف ليه. جيفرسون كوستا جاي من البرتغال، وسيدون داي السنغالي، ومين تاني ولا لاعب افريقي تحت السن، فتحناها مدرسه الله اعلم ليه، مش عارف. عندك اكتر من لاعب قبل كده ترشح لك تحت السن كل الناس عارفينه ما جبتوش، فمش عارف ليه النهارده بيجيب لعيبه الله اعلم. يا رب يكون في دماغي، لو الديفندر اللي في دماغي فتبقى صفقه كويسه. واحد تاني لا يا سيدي. تمام. يبقى انا قلت لك كده ايه، الهجوم وخط النص. تمام. بص بقى يا سيدي، باقي مين؟ الزمالك حاطط وجوس اولويه للجناح الشمال لانه شايف مصطفى شلبي. مش عايز اشتم والله. المهم يعني انا لما بقول لك مش عايز اشتم، انا ببقى شايف ان الجناح الشمال في نادي فيه مشكله كبيره. مصطفى شلبي انا قلت لك من ساعه ما جه منبي مش الجناح اللي يلعب في نادي الزمالك اساسي ولا حتى احتياطي الصراحه تبقى حلو. فانا مش شايف ان مصطفى شلبي هو محطوط في مكان اكبر من مركزه او اكبر من قدراته، الزمالك كبير عليه بمعنى صح، ودي حاجه ما تعيبوش. يعني راجل ممكن لو رجع انبي او لعب حتى في الاتحاد السكندري هيطلع نار من بقه، ممكن يروح المنتخب عادي جدا، لكن في الزمالك الضغوط كبيره عليه بصراحه. تمام. الجناح الشمال فيه لاعبين اثنين. حلو. ايه هي؟ اهو مين لاعبين؟ اشرف بن شرقي اللي كلنا عارفينه، وان الزمالك السنه اللي فاتت كان فاضل له 2 سم كده وخلص المفاوضات، هو اللي رجع وكسكس لورا. تمام. وعلي البلبينه الجزائري. طب مين محطوط في اولى خيارات نادي الزمالك؟ اللي هو مين؟ اشرف بن شرقي، ده اول خيار. تمام. تاني اختيار علي البلبينه الجزائري اللي قلت لك عليه ده. واقول لك انا دخلت على اليوتيوب اتفرجت عليه، لقيته لعيب كويس جدا، لكن مش هحكم انا من الهايلايتس، انا لازم اللاعب يجي عندي ونشوفوه، او الناس اللي راح تتعاقد معاه يروح يشوفوا الماتشين حلوين على بعض كده. واحد يروح اسبوع يتفرج على ماتشين، الراجل ده يقدر يقيم فيه اللاعب. حلو. لكن انا اقدر اقول لك لا وبتقول لي وانا مخمن خالص اهو بلبينه ولا بن شرقي، اقول لك بن شرقي، مع ان انت عندك اكتر من لعيب كمان في السوق متاحين لو طلعت بره بعينك تشوف. تمام. هتشوف حاجات كتير، لكن انت حاصر دماغك في اللعيبه الفري. هنشوف. انا قلت لك لحد 7/2 قدامك شهر و6 ايام او شهر و5 ايام نبدا نتكلم ونزعق ونعلي صوتنا، لكن لحد هنا انا بقول لك الاخبار حصلت كنبيه ما حصلتش كنبيه، هنتفرج في الاخر ونشوف. بالنسبه للنادي الاهلي اخر خبر معايا ايفرتون، اللاعب اللي انت جاي من الدوري التشيكي، اللاعب البرازيلي. تمام. في كلام طالع ان زي ما قلت لك من الحلقه اللي فاتت على موقع القاهره 24 ان اللاعب الاهلي اتفق معاه ب 2 مليون 750 و250 الف جنيه متغيرات، اجمالي الصفقه 3 مليون دولار. ويطلع خبر مفاجاه ان قيمه كسر التعاقد مع اللاعب مليون دولار. طب تصدق مين؟ محدش عارف. اداره في مصر 100 هنشوف الفتره الجايه وهنعرف مين الصادق ومين الكذاب. انا هنا مش عايز اطول عليك ووصلت النهايه. لو وصلت معايا وانت اول مره تشوفني لحد هنا وكلامي عجبك اهو، انا محايد خالص اهو، اعمل لايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.